عارفين داك النوع في القيسم اللي مكيقرا والو وكيجي في الامتحان كتلقاه يجيب 19 وانت كتموت بالقرايه وفي الاخر كتجيب تسود 10 11 12 حشومه 3 تعاويد. حتى انا كنت كنقول عندهم شي مخ ما كاينش ولا شي تخربيقه، ولكن راه ماشي بحال هكا. المشكل ماشي في الذاكره، المشكل هو كتخدم بطريقه خاطئه، دماغك ما كتخدموش بديك الطريقه اللي خاصو يخدم بها. اليوم غادي نعطيك 7 ديال الطرق، ماشي داكشي اللي كنتي موالف تسمعوا في اليوتيوب، راه شي حاجه جديده باش تسبق القسم كامل بلا ما تموت بالقرابه. ما تبقاش تقرا باش تفهم، قرا باش تقدر تسول الاستاذ اسئله اللي حتى هو يدخل عليهم. راه الفضول ديالك كيدير واحد الامبرينت للمخ ديالك، الناس كيهربوا من الاسئله وانتيا دير العكس ديالهم وتلقى النتائج احسن منهم. منين تراجع تصور راسك قدام الناس وانت كتلعب واحد الدور ديال الاستاذ بهداك الصوت بالحركات بالعيون ديالك، وهذا المشهد راه كيتسجل في الدماغ ديالك بحال شي فيلم، ونهار الامتحان تكتب الجواب بكل سهوله. إذا كانت عندك شي حاجه خاصك تحفظها فحبس داك ستايل ديال انك تبقى جالس وتقرا في الحاجه مرارا وتكرارا، وتبقى تقرا عاد باش تدخل لك دماغك وانت جالس وبلاصتك حتى الدم ما كيتوصلش لك الدماغ ديالك. راه 80% ديال القرايه ديالك راه خاصك ديرها وانت واقف كتمشى وانك كتهضر، راه الدم كيوصل للمخ والتركيز كيتضاعف 3 المرات. اي موضوع قريتيه شد شي واحد وشرح ليه غير 3 دقائق، راه هو كيستافد وانت العقل ديالك كيبنيو هذيك السيمانه كامله في هذيك 3 دقائق، وراه كتكتشف من بعد شي حوايج بدون الاراده ديالك غير العقل ديالك. اذا طبقت هاد اللعيبه راك غادي تشوف النتائج بلا ما نقول لك شي حاجه. ملي الاستاذ يهضر حبس دماغك واحد 10 ديال الثواني وحاول تتوقع الجمله اللي غادي يقول. هذه كتخلي دماغك يلعب دور ديال الهجوم ماشي غير الدفاع، ماشي غير تستقبل، وراه التركيز من غير ان التركيز ديالك راه غيرتفع. هذه حاجه مفروغ منها. مني كتراجع دير شي ريحه ولا موسيقى معينه، ونهار الامتحان دير نفس الريحه ولا غني في بالك نفس الموسيقى اللي كنتي كتغنيها، وراه المخ ديالك كيرجع لك كل شيء بحال حطيتي شي USB في الدماغ ديالك. قبل ما تبدا القرايه اكتب في ورقه راه فلان غادي يسبقني الا ما خدمتش مزيان. هذه في اطار ديال المنافسه الشريفه، واي واحد خاصو يدير واحد الهدف، واللي ما كانش عندك شي منافس ديرو وهمي غير اختارو حتى قدامك. وراه هذيك القهره وهذيك كتشوف زعما شي واحد احسن منك وكذا، راه كيطلق واحد الطاقه اللي غتخليك تركز شي تركيز عمرك كنتي كتوقع انك غتوصل لهذاك المستوى. المهم في الخلاصه راه كي طبقتي 7 ديال الحيال راه غادي تسبق 90% ديال القياسات ديالك بغيتي ولا كرهتي. المهم ما تنساش دير لايك سبسكرايب لهاد القناه، وكتب لي شي كومنت زوين، وراه باقيين جايين فيديوهات لايفين ان شاء الله.